سمكة النهارده من الأسماك المميزة جدا جدا في الشكل، راسها شكله غريب، ديلها شكله غريب، حتى في قرابتها مع حصان البحر. يا ترى تعرف إيه عن سمكة أبو زمارة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن سمكة أبو زمارة. في ناس بتقول عليها سمكة العصافير، بس الاسم الأقرب هو أبو زمارة، لأن اسمها العلمي هو سمكة المزمار، واسمها بالإنجليزي كورنت فيش، سمكة البوق. يا ترى بتشوف السمكة دي في المكان اللي بتشوفنا منه؟ يا ترى قالوا لك اسمها إيه لما شفتها؟ اكتبوا لنا في التعليقات. سمكة أبو زمارة طبعا أكتر حاجة بتميزها هو المزمار الطويل الموجود قبل بقها، وهي رغم المنقار الطويل ده كله لكن بقها عبارة عن فتحة صغيرة خالص في آخر المنقار دوت، وفي على جنبين المنقار أسنان صغيره خالص عامله زي اسنان المنشار، وديلها اخره فيه فتيله. الفتيله ديت فيها مسام حسيه، يعني يعتبر سنسور، يعني بتساعدها على كشف الفرائس بتاعتها. لون سمكه ابو زماره بيختلف حسب حجمها وحسب اذا كانت صاحيه ولا ميته، حسب اذا كنت شفتها بالليل ولا بالنهار. طب ازاي؟ يعني انت لو شفتها وانت غاطس وهي صاحيه بالنهار هتلاقي لونها اخضر زيتوني عليه خطين او 3 من النقط الزرقاء. درجه اللون الاخضر الزيتوني ديت ممكن تختلف من السمكه للثانيه وحسب حجمها كمان. اما لو انت شفتها وهي صاحيه وانت غاطس بالليل فهتلاقي لونها مختلف تماما، لونها بيكون مخطط بالعرض، لون فاتح ولون غامق، وده هي بتعمله للتمويه. اما لو انت شفتها صغيره ومش طازه زي اللي معايا ديت هتلاقي لونها قريب للرمادي الغامق. اللي معايا ديت حصل وانا بشتريها موقف غريب جدا. هي كانت سمكه واحده موجوده في السوق كله وموجوده عند راجل مش مهتم بيها، طبعا عنده اصناف ثانيه احسن وعنده حاجات بتتاكل احسن، وهي عنده السمكه دي وحيده ملهاش يعني وزن ولا سعر، فحطيتها كده ايه على جنب الطاوله. وقفت اشتري وما لقيتش غيرها، فقلت له ايه بكام السمكه ديت؟ فقال لي بقى اشمعنى السمكه ديت، ده انا عندي حاجات احسن. طبعا هو حاول يقنعني بالاصناف الثانيه اللي عنده، بس انا طبعا اصلا ما كنتش ناوي اتغدى سمك، انا كل الحكايه ان عايز السمكه ديت عشان اصورها واشوفها من قريب. المهم بعد رحله طويله من الاقناع الفاشل، المهم اشتريتها وكله تمام، وجاي وهو بيحطها في الكيس فهي مش داخله في الكيس والمنقار طالع لفوق، فعمل ايه بقى؟ راح جاي كاسر المنقار. طبعا انا رحت عامل كده، هو حاسس ان في حاجه غلط، قعد يقول لي ما انت كده كده كنت هتشيله في البيت، ما انت كده كده كنت هتقصه، وانا ما بردش. فهو لسه بقى بيقول لي هو اصلا ما كانش بيتاكل اساسا. انا رحت قايل له انا اصلا كنت عايزها عشان المنقار دوت. راح جاي حس بالاسف كده لمده اقل من اللحظه وقال لي ايه؟ معلش. طبعا المواقف اللي زي دي هي اللي خلتني بعد كده لما اجي اشتري سمكه ابو سيف كلمت الراجل في التليفون وقلت له ابعتها لي على البيت، وقلت له خلي بالك على السيف بتاع السمكه، السيف ده اهم من السمكه. طبعا هو استغرب جدا، بس هو حاسس ان الكلام جد، فبعت لي السمكه في شوال عشان يحافظ على السيف. نرجع تاني لموضوعنا. سمكه ابو زماره موجوده في المحيط الهندي والهادي، بما في ذلك من بنبل المكسيك، استراليا ونيوزيلندا واليابان والبحر الاحمر، وهاجرت من البحر الاحمر باعداد قليله للبحر المتوسط وبدات تتكاثر فيه لحد ما بقى عددها كبير في البحر المتوسط. سمكه ابو زماره بتحب القاعان الرمليه اللي حوالين الشعاب المرجانيه، ويا سلام لو في اعشاب بحريه في القاع، لانها ببساطه بتدخل منقارها وسط الاعشاب والشعاب المرجانيه ديت وتشفط الفرائس بتاعتها. هي بتعيش وحيده واحيانا في تجمعات صغيره، وممكن تشوف التجمعات ديت يا دوبك عايمه على وش الميه. سمكه ابو زماره متوسط طولها هو متر تقريبا، واقصى طول مسجل ليها متر و60، وبتعيش على اعماق من 0 لحد 132 متر، بس ممكن تلاقيها على اعماق اكبر. وفي منها نوعين في البحر المتوسط، النوع اللي بنتكلم عنه دوت، ونوع تاني لونه درجات من البرتقالي محمر. حتى انا مره شفت الشيف اللي بياكل كل حاجه نيه دوت بياكلها. سمكه ابو زماره بيعيش على جلدها نوع من البكتيريا بيعمل لها طبقه رقيقه من سائل مزفلط، ده بيساعدها في السباحه وبيخلي اختراقها للميه اسهل. ومن حيث التصنيف هي بتنتمي للعيله اللي بتضم حصان البحر، حتى لاحظوا الشبه الموجود في المنقار والبق. بالنسبه للصيد لا يتم استهدافها تجاريا لانها بتطلع بكميات قليله، كمان مش احسن حاجه في الاكل، بتطلع في الصناره مع صيادين التسقيط من على مركب. بالنسبه للاكل هي مش مفضله قوي زي ما قلنا، لانها سمكه عظميه وممكن تلاقي اصلا فيها عظم رفيع بس مش كتير، كمان في ناس بتقلق من شكلها، لكن احسن حاجه ليها الآلية. وانا مره في القناه هنا عملتها مشويه على الفحم كانت عظمه. وعلى مستوى العالم بيتم تناولها باكتر من طريقه. في اليابان اسمها ياجارا وبتتعمل ساشيمي اللي هي شرايح نيه رفيعه جدا. في الصين بتتعمل شوربه مع الزنجبيل والبصل الاخضر. في النهايه اتمنى المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.